السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل جامع العمراوي بمدينة المنيا. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب اي حاجة من السيدة عائشة وتيجي لهنا علشان نتكلم مع بعض عن تاريخ وعمارة الجامع الأثري الجميل بتاعنا اللي من اسمه كده، ودي شرحناها في الحلقة بتاعت جامع قوس. العمري، العمري، العمراوي، العمري، ده بيكون أول جامع اتبنى في المدينة. يعني مجرد ما الإسلام يدخل البلد، شرط بقى دخول الإسلام وإن البلد دي بقت تابعة للمسلمين يتبني فيها جامع. الجامع ده يعني من القرن الاول الهجري، كان في المكان ده كان في جامع من القرن الاول الهجري للقرن السابع الميلادي، بس اتجدد بعد كده واتعمل حاجات تانية واتعمل في عصور مملوكيه وعثمانيه، وهنقرا النصوص دلوقتي حالا وهنشوف. لكن الجامع الاول كان هنا. جايه بقى العمري دي او العمري، لو عمري تبقى نسبه لعمرو بن العاص، عمري نسبه للخليفه عمر بن الخطاب. الجامع بتاعنا برضو اشتهر بجامع الوداع. ليه بقى؟ لأن مدينة المنيا هي في الغرب من نهر النيل، والجبانة بتاعت المسلمين في المنطقة الشرقية، في الشرق الناحية التانية، فكانوا بياخدوا يجوا هنا بعد ما يجهزوا الميت، يجوا يصلوا عليه وياخدوا الجثمان ويركبوا مراكب. ما كانش لسه بقى فيه كباري. وبالمناسبة الجامع ده للناس يعني أهل المنيا هو كان على النيل مباشرة، وبعدين بقى يعني مع الوقت وطرح النهر وكده فبقى في ايه الكورنيش اللي قدامنا بره، لكن ياخدوا بقى الجثمان ويدفن هناك. فمن هنا جاء مسمى الوداع، ان هم بيودعوا الميت من هنا. ونلاحظ برضو ان في حاجه، لو احنا نازلين كده من في مصر او كده، لا طالعين يعني جايين من الشمال للجنوب، يبقى طالعين مصر العليا، بنلاقي ان القاهره هي في الشرق من نهر النيل، لكن كل مدن الصعيد بقى من اول الجيزه، وفي ناس حتى بتعتبر يعني ان الفيوم من الصعيد، الجيزه في الغرب، الفيوم في الغرب، ننزل على بني سويف بنلاقيها في الغرب، المنيا في الغرب، انا بتكلم عن المدينه نفسها، المنيا في الغرب، اسيوط في الغرب، بعد اسيوط سوهاج في الغرب، في منها جزء شرقي بس غالبيتها في الغرب، جرجا وبرديس في الغرب، نجع حمادي في الغرب، لغايه ما نوصل بقى عند الثانيه بتاعت قنا، والنيل بيلف كده، هنلاقي بقى ان قنا وقوس والاقصر الثلاثه في الشرق، وبعدين النيل يرجع يتعوج تاني، فنلاقي ان اسنا وارمنت في الغرب، لغايه ما ننزل بقى عند اسوان، ترجع تلاقي اسوان في الشرق، كومومبو واسوان، لان في الناحيه الثانيه في جبل وفي صحراء. حد فكر في الحته دي؟ نفكر فيها كده مع بعض. خلونا هنا برضو نبص على النص ده. النص ده من اقدم النصوص في الجامع، ولاحظوا الاعمده، بصوا على الاعمده كويس، يعني اعمده هنا جرانيت، ده اصلي بقى، ده منبع الجرانيت هنا. فقلت الكلام ده في الحلقه بتاعت الاشمونين برضو، ان هم كانوا بيجوا اصلا المسلمين بياخدوا الاعمده، كل الجوامع اللي اتبنت في القاهره، والقاهره هي اللي فيها المركزيه، كانوا بيجوا ياخدوا الاعمده من هنا، من الاشمونين في المنيا. فاحنا خلاص يعني قريبين جدا من الاماكن دي. النص ده نص مملوكي جركسي، نقرأه زي النص بتاع جامع اللمطي. حدد المرسوم الشريف الإمام الأعظم، ودي مهمة برضو، اللي هي نعت السلطان المملوكي بالإمام، الإمام الأعظم، المالك الملك، ده آخر السطر الأولاني. أول السطر الثاني بقى الظاهر أبو سعيد جقمق خلد الله سلطان، بإبطال آخر كلمة في السطر الثاني. أول كلمة بقى في السطر الثالث ما يؤخذ من المكوس على مبيع الغزل والخضروات. نادر النص ده قوي، بيبطل المكوس بتتاخد على الغزل والخضروات، بناحية فين بقى؟ بناحية منية بني الخصيب وأعمالها، أهو منية بني خصيب وأعمالها، وألا يؤخذ من مبيع ذلك. بعد كده بقى للأسف النص بيتاكل منه حاجات، بس هنا مكتوب إيه؟ ويريد الضمان، أهو، ولا يرمي، دي آخر كلمة. يهمنا بقى تحت إيه؟ التاريخ، بتاريخ ذو القعدة سنة 43، والمفروض هو 800 في الآخر، 843 هجري.
اللي هو 1439 ميلادي. ودي قلناها في جامع اللمطي عشان الناس اللي ما شافتش الحلقه. قلنا ان لسه هنا جاكمك لسه بيحكم بقاله سنه، فعايز يتقرب من الناس لانه هو خلع السلطان يوسف بن برسباي، خلعه، فهو عايز يتقرب بقى من الناس. وحتى برضو قلنا في الاخر ان جاكمك هيحكم بعد 15 سنه، وابنه العزيز عثمان بن جاكمك هيحكم مكانه، وابنه برضه هيتخلع بواسطه السلطان إينال. المماليك كده كما تدين تدان. نبص بقى على النص اللي بره هنا، برضه في نص عثماني. بصوا السقف، واضح ان في حاجات مجدده وحاجات اصليه. لكن قبل ما نطلع نشوف النص اللي على الباب، في هنا مزوله اللي هي بتحدد وقت الصلاه اهي. عمل حسن في صفر 1163 هجري اللي هو 1750 ميلادي. تاني الأعمدة الجرانيت. نبص النص هنا، في نص تجديد. ده الشارع من بره، والمأذنة اللي اتجددت برضه في العصر العثماني، بس احنا شفنا نص مملوكي جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. جدد هذا المسجد المبارك الأمير مصطفى أهو سنة 1129 هجري اللي هو 1717 ميلادي. فاضل بس رواق القبلة نبص عليه بسرعة. هنا بقى السقف رواق القبلة أصلي، كل ده متجدد في العصر العثماني. واضح الزخارف العثمانية اهي. المنبر برضو عثماني اهو. دايما يكتب الآية دي في بداية النص بتاع المنبر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنشأ هذا المنبر والجامع المبارك الأمير مصطفى جربجي عزبان، تابع. في العصر العثماني يتقال كلمة تابع دي، في المملوك يبقى مملوكه، لكن لما نقرأ كلمة تابع دي في العثماني يعني ده تابع للي جاي، هو مملوك عند اللي جاي، اللي هو الأمير مصطفى جربجي عزبان ده تابع لمين؟ بس هو بقى أمير خلاص، هو ده اللي اشتراه، اللي هو المرحوم خليل جربجي عزبان. وكلمة جربجي عزبان دي وظيفة. عزبان دي كانت طائفة اللي هو بنقول هناك حتى عندنا في القاهرة باب العزب. دي كانت طائفة من ضمن 7 طوائف في الجيش العثماني في القاهرة أو في مصر، اللي هم سن العزوبية، هم مش متجوزين، عشان يقعد مثلا في القلعة، هو بيحمي مقر الحكم، فما يمشيش هو ومعاه طائفه تانية اسمها طائفه مستحفظان، ما يروحش من القلعه، هو في سن العزوبيه متجوز، ما عندوش اسره ان هو يرجع لها. وجربجي دي يعني المسؤول عن الاكل بتاعهم، اللي هو الشوربه، شربجي اللي احنا عرفناها شربجي. تابع المرحوم شاهين كتخده، غفر الله له وللمسلمين اجمعين. كتبه الفقير علي جركسه، غفر الله له، وكان الفراغ منه في شهر صفر سنة 1150 هجري. 1150 هجري ده اللي هو 1737 ميلادي. بس خدوا بالكم ان ده النص هنا 1737، وقلنا اللي بره كان 1717 بالميلادي، يعني اللي بره كان 1121، ده 1150. وده كاتب ان هو انشأ المنبر والجامع، واللي بره كاتب جدده. هما الاثنين مجددين طبعا، واضحه يعني، بس ده كتب انشأ. المفروض كان كتب هو المنبر، ماشي اكيد ممكن يكون هو انشأه، بس ما انشأش الجامع، هو جدد الجامع، يبقى انشأ هذا المنبر وجدد الجامع. في بس نص اخير ده زي بقى المخربشات اللي احنا بنشوفها النهارده كده، ان حد يروح يزور حاجه ويكتب للذكرى وبتاع، بس دي بقى الذكرى من سنه كام؟ من سنه 1255 من عصر محمد علي، اللي هو
840 ميلادي اهو. اسماعيل الانكشاري السيوطي. اتمنى نكون ضفنا لكم معلومات جديده وصورنا لكم اثر جديد، واستنونا ان شاء الله في اثر جديد وفي حلقه جديده. ما تنسوش تعملوا شير. شوفوا المنبر هنا جنوب شرق اهو برضه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.